السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني. هنعمل ايه النهاردة مع بعض او غدانا ايه؟ بصراحة انا قمت الواحد محيران يعمل اكل ايه، فقلت ايه اعمل ايه اكلة خفيفة كده وبنحبها. فمعايا كوبايتين رز وسهلة جدا، ومعايا كوباية عدس. حاولوا تعملوا الاكل اللي موجود في البيت كده وتريحوا نفسكم. بصوا يا بنات، كوبايتين رز مع كوبايه عدس. طب يا مرمى مش هتحطي حاجه تاني؟ لا انا بحبها حلوه كده قوي. بصوا يا بنات اهي، اكتر من كتير اهو. اكتر من كده هيبقى تاكل عدس ويعجن الرز بتاعي، فكده حلو قوي. هروح اغسله ونيجي على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. خلاص يا بنات، بس حاولوا ما تكتروش العدس زي ما انا بديكم المقادير كده. كتروش العدس عشان العدس ايه لما بيبقى كتير تحس الرز معجن، واحنا بنحب برضو مهما كان الرز يبقى مفلفل شويه. بصوا يا بنات، معايا ايه؟ معايا حله فيها سمنه وفيها زيت، ومولعه البوتاجاز. حته السمنه بقى زي ما انت عايزه، بلدي حاجه تديلها طعم حلو قوي. معايا ايه يا بنات؟ معايا حله فيها سمنه، وهنزل عليها بعد ما سخنت هنزل عليها بالرز بتاعنا. ونشوح ده كله مع بعض. هنزل بالملح واقلب ده كله مع بعض. شوحي ده كله مع بعض عشان يطلع مفلفل. ومعايا ايه تاني يا بنات؟ معايا شويه فلفل اسود، ومعايا كمون. حبه فلفل اسود صغيره عشان ما يحمروش، وحبه كمون. بس ما تحطيش اكتر من كده. شوحي بقى ده كله في قلب بعض، شوحي شوحي شوحي. سهل جدا وما بتاخدش في ايدك 10 دقايق. اهو يا بنات، نزلنا بالميه بتاعتنا ودي ميته اقل من الرز العادي خالص عشان انا بحبه مفلفل. بس كده يا دوبك بس يتشرب واروح موطيه عليه. خلاص كده يا بنات، وظبطي ملحك وكل حاجه. بصوا يا بنات، ادير الرز اتشرب اهو. هوطي عليه خالص واغطيه بقى يستوي مع نفسه. لو عايز حبه ميه صغيره حطيه، بس هو نضع كده اهو. احطه هنا عشان ايه الجنب ده مستويش، يعني ما فيهاش حاجه. لو لقيتيه لسه كده حط له نضع صغير بس، وطي عليه وخلاص على كده. بصوا يا بنات، معايا حله فيها توم. انا ما بكترش التوم قوي، انتوا بقى براحتكم. وزيت بس، ما تحطيش سمنه. والزيت مش بحط سمنه انا بقى هنا. هعمل ايه؟ هعمل الصلصه بتاعت الكشري. زي ما بتسموه بقى، يا ترى بتسموه عندكم ايه بقى في البلاد بتاعتكم؟ احنا بنسميه كشري اسكندراني. انتوا بتسموه ايه بقى؟ لو وصلتوا لحد كده حطوا لي لايك واكتبوا لي التعليق اللي انتوا بتقولوا على الكشري الاسكندراني ايه عندكم، ومن انهي بلد. بس كده يا دوبك تاخد اللون الذهبي. هنزل عليها بالطماطم. انا عندي طماطم مفرزاها فطلعت كيس وقلت انزل ايه بيها كده. بس كده خلاص يا بنات. هنزل بقى بالملح. دي طماطم كنت مسبكاها وشايلاها. بالملح بتاعنا. هنزل بالتوابل، شويه كمون علشان طبعا هنا هنا توم، فالكمون حلو للمعده.
شويه فلفل اسود صغير. طب هتحطي ملقه، هتحطي سكر ولا حاجه يا مرمى؟ لا لا لا، بحس انه بيغير طعم الاكل خالص. اهالينا عودونا ما بنحطش سكر. بس كده، وهسيبها بقى تغلي غلوتين 3 كده مع بعض. بس شفت اكلتنا سهله ازاي. بس كده. تعالوا يا بنات شوفوا الرز استوى بقى جميل ازاي مفلفل. بصوا يا بنات، هو ده اللي انا عايزاه، مفلفل كده مش معجن في قلب بعضه. بصوا يا بنات، بصوا يا بنات مش معجن اهو ازاي. بصوا هو ده اللي عايزاه. هرفع. بصوا يا بنات ادي الكشري خلص وجميل جدا. وبصوا، بصوا الجمال. بجد اكله جميله جدا ومخدتش وقت وحلوه قوي. وزينتها بالمخلل كده عشان التصوير. وادي الصلصه بتاعتنا اهي. عايزه تحط لها شطه حطي اللي انت عايزاه. وانا عملت سلطه عاديه خالص بلدي كده. وعملت عندي شويه مخلل وما سلقتش بيض، انا قلت بس اصور معاكم. واللي يجي ياكل بسلق له بيض وحمره عشان يبقى سخن. بس انا قلت اقفل الفيديو. جربوا الاكله دي بجد جميله جدا وسهله وبسيطه ومقاديرها على قد الايد. جربوها هتعجبكم بالطريقه دي. واتمنى الفيديو بتاعي يبقى سهل وخفيف عليكم كده. واللي واصل لحد كده يحط لايك ويعمل اشتراك. واقول لكم ايه، سلام عليكم. ما تنسوش اللايك. سلام، واشوفكم الفيديو ده هتوحشوني من الفيديو ده للفيديو اللي جاي.